السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النادي السوري طور الزينة. اليوم حنتكلم عن مثل ما وعدناكم حنتكلم عن أهم سؤال وأكثر سؤال بنطرح بالنادي. حنحطه في فيديو صغير وبنطرحه لأنه أنا وياكم بصراحة ما بنحب نقرأ. اليوم حنتكلم عن أهم مرض ألا وهو وباء جدري. طبعا حذرنا عنه قبل بشهر، للأسف لا أنا التزمت ولا أنتم التزمتوا ما حدا التزم بالوقاية وبالعلاج. مرض جدري هو عبارة عن فيروس بيصيب الكريات البيض وبيحاربها وبيقضي عليها، ومن ثم بيقضي على الطائر. من أهم ناقلي هذا المرض ومسببيه هو البعوضة. قرصة واحدة للكنار أو الحسون بتكون كافية ووافية إنه تنقله المرض. السبب الثاني هو الطيور الدخيلة أو اللي بنشتريها جديد، للأسف ما بنعزلها دغري بندخلها على طيورنا، بتكون هي فيها المرض وبتنقله المرض. العلامات هذا المرض مثل ما أنا شايفين، العلامة بالقدم عبارة عن بثور، طفح جلدي بالأصابع، بالساق، بالكوع. طبعا شباب هلا كتير في عالم بتقلك دهان 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 دهان. نحن عم نحارب فيروس بالدم، ما ننسى هالفكرة أبدا. عم نحارب فيروس بالدم، ما عم نحارب فيروس بالقدم، بالدم. فلا بد إنه نقدم له مضاد حيوي. هاي الفكرة لازم يكون كتير ننتبه لها. مثل ما انا شايفين هلا، او مثل ما حنشوف عفوا مثل ما حنشوف هلا غير القدم، بالمنقار والعين. انتبهوا الصورة، المنقار والعين كمان هي من ظواهر مرض الجدري. هي الظواهر الخارجية، هي الظواهر الخارجية. نحن بنحارب الداخلية. لم يتم العثور على اي علاج لهذا المرض لانه هو فيروس متغير كل سنة عن الثانية، بس فقط نحن بنحاول نقدم مضاد حيوي مثل الاوجمانتين، شراب اطفال مثل ما أننا شايفين بالصورة. طبعا أنا تجربتي الخاصة بقدم أوجمانتين حب بشري عيار 625 حبة بالمشربية لمدة 7 أيام، كل يوم بنبدلها. اليود بندهن هلا هون، بندهن اليود كل 12 ساعة على بنعقمها تعقيم بلطف بحيث إنه ما نطلع الدم وما نطلع أي شيء، بلطف شديد. وقاية هلا نحن بنحاول بهالفترة هي انه ما نقدم مسبح للكنار او الحسون، بالاضافة انه ما نعرضه للشمس كتير، بلاها الشمس والمسبح بلاها. ندعم بالاكل دعم مكثف بالغذاء، بنوقف الخضار والفواكه. باليوم الثامن بنقدم فيتامين اللي هو دانفيتا، فيتامين اطفال حقه 125 ليرة تقريبا، او اي فيتامين اطفال بشري. بنشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. الله يبعد عنكم كل شر ويبعد عنكم كل اذى، وان شاء الله تكون قدرت توصل الفكره اللي ببالكم. شكرا كثير لكم.